موجودين دول زاروني كلهم وما جوليش تاني. بعد ما كانت عايشة في القصور بقى الشارع مأواها، بعد ما كانت بتنام على ريش نعام بقى الرصيف نومتها، بعد ما كانت بتلبس أغلى اللبس وأفخم الماركات بقت تدور على أي حاجة تسترها. مين يصدق الهانم اللي كانت شغالة مع جيهان السادات وكانت جارة سوزان مبارك تترمي الرمية دي في الشارع؟ نظيرة هانم عبد الرازق. ايه حكايتها؟ وازاي اتحولت من عيشة الأغنياء كده لمشردة في الشوارع؟ فين أهلها وابنها؟ حكايتها توجع القلب، ملهاش غير طلب واحد، تشوف ابنها ضناها الوحيد اللي ما بيسألش عليها وفاكرها فرقة الحياة. فيا ترى شافت ايه في حياتها خلاقه؟ فيا ترى شافت ايه في حياتها خلاها توصل لكده؟ كتر خيرك ما جيتش خدتني اروح. دي الجملة اللي قالتها نظيرة هانم بعد ما سابت الشارع وراحت دار الرعاية. لما حبت تقول لابنها حاجة قالت له كده. فيا ترى ابنها كان فاكرها فرقة الحياة فعلا ولا هو عارف بحالتها في الشارع؟ وهل ممكن يشوف الفيديو ده ويعرف انها امه ودي تكون فرصة انهم يرجعوا لحضن بعض تاني؟ الإعلامية منى العراقي عملت حوار معاها علشان تنشر حكايتها، وبدأت ماما نظيرة أو نظيرة هانم تعرف نفسها. نظيرة هانم عبد الرازق من مصر الجديدة، وكانت عايشة في نفس الشارع اللي السيدة سوزان مبارك ساكنة فيه، وتحديدا شارع صلاح جلال اللي قال إن أبوها كان عنده بقالة اسمها قاصد كريم. كانت شغالة مع جيهان السادات ودايما بتروح تعمل لها شغل، إنها مش جارتها زي ما بيتقال، لكنها دايما تروح تعمل لها شغل البيت زي الخياطة أو أي حاجة تطلبها منها. نظيرة ليها طلب واحد أو حلم نفسها تحققه، هو يبان بسيط بس هو بالنسبة لها غالي غالي قوي. قالت عايزة أروح شقتي اللي ربنا اداهالي في مصر الجديدة، بس يا ترى ليها حد ياخدها تعيش معاه ولا الأفضل تعيش في دار رعاية لإنقاذ الإنسان، اللي الحقيقة بتقوم بدور كبير جدا مع المشردين في الشوارع وساعات كتير إنهم يوصلوا لأهاليهم كمان. مدير الدار بيقول إنها بقالها 5 سنين معاهم، لما أخدوها كان وضعها صعب جدا. الست نظيرة لما بتقعد تتكلم معاهم وتحكي عن حياتها قبل ما تقعد في الشارع بتقول إنها كانت غنية جدا وعندها فلوس كتير في البنك وكان معاها أوراق تثبت حقوقها وتثبت هويتها، لكن هم خدوها منها وهي ما وضحتش هم مين، لكن تقصد أكيد أهلها وابنها. اللي يدل إن حالتها كانت صعبة هي إنها في الشارع إن تم بتر رجليها وما بقتش تتحرك إلا على كرسي متحرك وبصعوبة كمان، ورغم كل اللي مرت بيه وشافته في حياتها إنها لسه بتحب الحياة ومقبلة عليها وروحها حلوة وكمان دمها خفيف. طلبت إنه يكون معاها موبايل تاتش بدل الموبايل بزراير اللي معاها. كتير من المشردين دول بتكون حياتهم عكس اللي عاشوها في الشارع، وبيكون ليهم عيلة وولاد زي ماما نظيرة كده. ماما نظيرة عندها ولد وحيد اسمه شريف داوود. طب يا ترى هو عارف إن أمه لسه عايشة؟ الصدمة الكبيرة إنه عارف، والدليل إن إخواتها جم زاروها في الدار مرة واحدة طول ال5 سنين اللي فاتوا، ومحدش رجع لها تاني ولا اطمن عليها، وزي ما بيقولوا خلصوا منها. وهنا الناس قالت إنها كانت تقصد أهلها اللي أخدوا فلوسها وكل اللي وراها وقدامها وسابوها، ورغم كل ده هي عايزاهم وعايزة تروح تعيش وسطهم. طول الوقت بتتكلم عن شريف ابنها وبتقول إنها عايشة على وش الدنيا وعايزة تشوفه، وكمان عيطت وقالت كتر خيرك إنك ما كنتش خدتني. لما اتصورت صورة ليها وشافتها قالت خلاص نظيرة اتبهدلت خلاص بقى. تفتكروا ده جحود من ابنها اللي ربته وكبرته ولا هو فعلا بيدور عليها هو كمان؟ هو أصلا مش هتكلفه أي حاجة من مصاريف لو قلقان من الحتة دي، كل اللي هي عايزاه إنه يجي يزورها وتشوفه. اعملوا شير للفيديو ده لعل وعسى نشارك ماما نظيرة في إنها ترجع تاني لحضن ابنها. اعملوا شير للفيديو ده لعل وعسى نشارك ماما نظيرة إنها ترجع تاني لحضن ابنها وتبقوا شاركتوا في لم شملهم.